ايه اللي يخلي واحد يقعد اكتر من نص عمره في البدروم؟ طب ما تيجوا احكي لكم الحكايه. سنه 1964 مواطن امريكي اسمه كارل لوك في يوم من الايام 3 حراميه دخلوا بيته وهو شافهم، طلع بندقيه الصيد بتاعته وقتلهم ال3. في الاول تحقيقات الشرطه كانت في صالحه عشان اعتبروا القضيه دي دفاع عن النفس، بس بعد كده بتحصل مفاجاه، ان والده ال3 حراميه بتقول ان كارل يعرفهم وانه عزمهم على العشاء عشان يخلص عليهم لان بينهم مشاكل. وهنا يتحول مسار القضيه تماما، كارل يتحكم عليه ب20 سنه سجن وبعد كده كمان يتضاعف الحكم الاعدام. كارل لما عرف ان هو اتحكم عليه قرر ان هو يهرب وراح لبيت مهجور جنب بيته ونزل البدروم واستخبى فيه، ومحدش كان يعرف مكانه غير مراته اللي اتفق معاها انها مش هتبلغ اي حد بمكانه حتى اولاده. بعد سنتين مراته ماتت وهو معرفش، والبيت المهجور اللي هو هربان فيه سكنوا اكتر من اسره، بس مفيش اي اسره منهم لاحظت وجود كارل. كارل فضل في البيت ده 37 سنه لحد ما كبر في السن وجاله ربو بسبب الرطوبه الشديده اللي موجوده في المكان ده. في يوم من الايام بسبب الربو اللي جه لكارل كان بيكح كحه شديده جدا، فواحد من الاطفال في البيت ده حس بواحد موجود في البدروم، فراح بلغ اهله اللي بلغوا الشرطه جت ودوروا في البدروم فلقوا كارل. لما لقوا كارل حققوا معاه وعرفوا القضيه القديمه اللي من 37 سنه، بس كانت المفاجاه ان بعد سنه من الحكم على كارل بالاعدام اتحكم له بالبراءه. تخيلوا واحد سجن نفسه 37 سنه وهو في الاخر بريء. لو عجبتكم الحكايه اكتبوا لنا في الكومنتات واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.